صلاة الليلة العاشرة من شهر رجب الخير، وهي هذه الليلة إن شاء الله ليلة السبت. يعني بعد ما يخلص نهار الجمعة اليوم تأتي ليلة السبت. ثواب هذه الصلاة عند الله عز وجل لا يصفه الواصفون. لذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة الليلة العاشرة من شهر رجب، فقط اسمع ثواب هذه الصلاة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يرفع الله له قصرا على عمود من ياقوت أحمر. يعني ثوابها الجنة عند الله عز وجل. رواية طويلة جدا عن ثواب هذه الصلاة. في ذيل الرواية يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا يقدر بشر أن يصفه عن عظمة وثواب هذه الصلاة: من صلى صلاة الليلة العاشرة من شهر رجب فصلي هذه الصلاة ولو بالعمر مرة واحدة. كيفية هذه الصلاة: الصلاة 12 ركعة، يعني مثل صلاة الصبح 6 مرات. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة، و3 مرات سورة التوحيد قل هو الله أحد. أكرر: الصلاة 12 ركعة، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و3 مرات سورة التوحيد قل هو الله أحد. وبالإمكان أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس، ماكو إشكال، اختيارا حتى لو مو مريض. والصلاة تصلى ركعتين ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح 6 مرات. كل ركعتين فيها نية، تقول أصلي صلاة الليل العاشرة من شهر رجب قربة إلى الله، تكبر، تقرأ تشهد وتسلم. وكذلك في ركعة الثالثة والرابعة نية: أصلي صلاة الليل العاشرة من شهر رجب قربة إلى الله، تكبر، تقرأ تشهد وتسلم، وإلى آخره. أفضل وقت لهذه الصلاة ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، أفضل وقت لهذه الصلاة. أما إذا كنت لم تعلم أو ما تدر بالوقت، بالإمكان أن تصليها بعد صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر. فلا تقصروا من صلاة الليلة العاشرة من شهر رجب. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. فنسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته في هذا الشهر الكريم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.